فرنسا ثالث جريمة بهذا الشهر هزت الشارع والرأي العام. ضباط شرطة مقنعين يقتلون أشخاص ويصورون وينشرون الفيديو. هذا الضابط عبد الله من أصول جزائرية. الجريمة الثالثة خسر بها أخوه الصغير أدير، والناس يطالبون الحكومة كشف الضباط وتسليمهم للقضاء، بس الحكومة ما تعرف من الضباط المجرمين. وهنا الناس ثاروا عندنا انتفاضة غير سلمية لغاية ما تكشف الحكومة عن الضباط، والشباب هجموا على مركز الشرطة بقيادة كريم أخو الضحية أدير، وبنفس الوقت أخو الضابط عبد الله. حرقوا المركز بالمولوتوف، بس كريم وصى جماعته ما يقتلون أي شرطي. ولما انتهوا أخذوا سيارات الشرطة ورجعوا المجمع أثينا السكني اللي ماخذي قاعدة شبابية ضد الحكومة، لأن أغلبهم شققهم هناك. وقرب المجمع الشباب صاروا يضربون السيارة بالإحجار، بس كريم نزل لهم وعرفوا كانوا مفكريهم شرطة. الجماعة عددهم هواي وكريم يوصيهم بالالتزام، واخد جولة على العوائل طلب منهم يبقون داخل شققهم، وقال لهم بحال الشرطة قرروا اقتحام المجمع لازم تغادرون المجمع حفاظا على سلامتكم. وهنا الشباب صاروا يصورون نفسهم لابسين دروع أخوة الشرطة. كريم ما قبل على تصرفاتهم وقال لهم احنا أصحاب حق ومطالبين بحقنا لا تلعبون. وبهذا الوقت وصلهم خبر قوات مكافحة الشغب متجهة للمجمع، فكريم طلب من جماعته يحضرون الألعاب النارية ويستعدون يدافعون عن مقرهم حتى مكافحة الشغب ما يقتحمون المجمع. هذا مختار قائد فصيل مسلح بحماية الحكومة دخل للمجمع لأن أخو كريم وعبد الله، بس أخوهم من الأم صار يدور على أخو كريم ويريد يقنعه ينسحب ويترك هذه الأمور. كريم جاء وقال له دم أخويا وأخوك ما عوفه، لازم أكشف الضباط وأشوفهم بعيني بالسجن. مختار قال له نقدر نكشفهم بس بالقانون مو بالفوضى. كريم قال له وشغلك أنت تحسبه ضمن القانون؟ مختار رجع لين الكلام ما فاد ويا أخوه، والرجال الكبار اتجمعوا عند شيخ الجامع وياهم عبد الله، واتفقوا يطلعون العوائل من المجمع، وطلبوا من عبد الله يحجز سباستيان لانه متطرف وممكن يزيد الطين بله. راح عبد الله يدور على كريم وعلى سباستيان، ما لقى كريم بس سباستيان شافه وحجزه بوحده من الشقق اللي تركوها اصحابها. وبعدها راح لشقة اهله وحضر فاتحة اخوه أدير اللي عمره 13 سنة، وامه لبست دشداشة بيضة لان ما تريد تشوفه بالملابس العسكرية. وبعد الفاتحة والدعاء لأدير عبد الله صار يساعد الناس حتى يطلعون من المجمع، واخير شي ودع امه وهي طلبت منه يهتم بنفسه وباخو كريم. بس هنا الشرطة هجموا على المكان واعتقلوا الرجال من ضمنهم عبد الله. كريم تابع الاخبار من تليفونه ويطلب من جماعته يشمرون الاغراض من السطح حتى يخوف مكافحة الشغب ويمنعهم من التقدم اكثر. القوات صاروا يضربون القنابل الدخانية، واحدة من القنابل وقعت يم كريم شالها وشمرها على القوات بس حرقت ايده. وهنا شاف رسالة من امه بتليفونه توصي على نفسه وعلى اخوه، ولما دخل شقتهم صار يبكي لما شاف صورة اخوه أدير. وبهذا الوقت سمع انه مكافحة الشغب تقربوا من احدى البنايات بالمجمع، فنزل ودخل ويا جماعته وصاروا يتضاربون ويا مكافحة الشغب، وحتى الطيارات صارت فوق المجمع. وهذا قائد العملية دخل على الرجال المحتجزين واعتذر من عبد الله لين اعتقلوه. عبد الله قال له كل دول الرجال اصحاب عوائل ما لهم علاقة بالانتفاضة، بس القائد قال له اسف اقدر اطلعك انت وبس. وبعدها عبد الله قال للقائد اعطيني ساعة اسولف ويا كريم، ما اريد الدم يسيل بين الطرفين. بس القائد رفض وقال له وصلت اوامر الاقتحام. بهذا الوقت كريم بلغ جماعته بوصول شباب 5 احياء ثانية لمساندة الشباب، وقال لهم لا تفرحون هذا مو انتصار، الانتصار الحقيقي يوم نكشف الضباط المجرمين ومكافحة الشغب حيقتحمون المجمع. ما اريد منكم فوضى، اذا ضربونا نضرب، غير هذا ما اسمح لكم. صديقه قال له بالتلفزيون الحكومة قالوا انه المجرمين طرف ثالث يعني ما تابعين للشرطة. كريم قال له من يمتى الحكومة كلامها ثقة، ومن يمتى الصحفيين كلامهم بدون تحريف، اذا كانوا شرطة او لا واجب الحكومة تكشفهم. وفعلا بهذا الوقت مكافحة الشغب اقتحموا المجمع وصاروا يضربون الدخانيات، والشباب قابلوهم بالألعاب النارية والإحجار. وبعدها صارت الاشتباكات بين الطرفين، والشباب أسروا واحد من مكافحة الشغب، بس جماعته هجموا على الشباب وضربوهم ورجعوا صاحبهم. بس هذا كان فخ خطة من كريم حتى القوات تدخل للمجمع وبعدها يحاصروهم. وفعلا هذا اللي صار، القوات انحصروا بالنص وكريم ضربهم بالمولوتوف، ومر جماعته يأسرون واحد من القوات حتى يهدد الحكومة. هذا الضابط جيروم
اختنق من الدخان ودخل واحدة من البنايات بالغلط، فنزع درعه وبدلته ولزم مسدسه وخايف لين ما يعرف كل شيء عن المجمع. وبعد شوية كريم وجماعته حصروا وجيروم هددهم بسلاحه، بس الشباب تجمعوا عليه وضربوه واخذوا اسير مثل ما خطط كريم. مختار وجماعته انحصروا بمحل صغير داخل المجمع وطلب من رئيسه بالحكومة ينقذهم، بس رد الحكومة ما عجب مختار لأنهم أمروه ينتظر ويبقى بمكانه. كريم صور ضابط الأسير ونشر الفيديو وقال للحكومة إذا ما كشفت المجرمين حذبح الضابط. قائد العملية قال لعبد الله أنت من سكنة المجمع، بلغ القوات بالطريق اللي ممكن نخترق منه المجمع، بس عبد الله رفض وانهزم من القوات. دخل من طريق يعرفه للبناية وهناك شاف كريم وقال له انت حتقلب الحق ضدك، ليش خطف الضابط؟ انت حتصير حالك حال الارهابيين. كريم قال للحكومة جبراني. عبد الله ضرب كريم وقال انا اخوك الاكبر واخذ جيروم وانهزم، وكريم وجماعته صاروا يلحقوهم. عبد الله وجيروم صاروا قريبين من مكافحة الشغب، بس دول ضربوهم بالسلاح الحي فكروهم من الشباب المسلحين، وجيروم تصوب برجله وانا عبد الله اخذه ورجع باتجاه البناية. ووصلوا للمحل اللي بيه اخوه مختار، وهذا قال له ليش جيب الضابط هنا؟ انت تعرف شغلي سري. وهذا كشفني وكشف جماعتي. وهنا مختار اتصلوا بجماعته قالوا له دخلنا المجمع. كريم اخذ المولوتوف وصار يهدد اخوه اذا ما يسلم الضابط حيحرق المحل عليهم. عبد الله يتوسل باخوه حتى ما يسوي شيء يندم عليه، وكريم كلامه بس للتخويف مو نيته يحرق اخوه. ولسوء حظه جماعة مختار وصلوا وصاروا وراه وضربوه، والمولوتوف وقع من ايده واحترق. عبد الله انهارت اعصابه لما شاف اخوه مات بهذه الطريقة، وطلع من المحل وطفى النار واخذ جثة كريم ودخلها للمحل. مختار قال له لا ضوج، كريم يستحق يموت، بس عبد الله احترق قلبه ولزم مختار وضربه لحد ما موته. وقال لجماعة مختار هذه فرصتكم، 5 دقائق اذا ما ذبيتوا اسلحتكم وانهزمتوا حتلحقوا المختار. وفعلا جماعة ذبوا اسلحتهم وانهزموا. عبد الله خسر اخوته الثلاثة بيوم وليلة، فقرر يحرق الاخضر واليابس. اول شي راح لسباستيان وقال له ساعد الشباب، وهذا طلع اسلحة ووزعها للشباب وامرهم يجمعون قنانيل غاز من الشقق ويرشون البنزين بكل شقة يدخلوها. وعبد الله اتصل بالقائد وقال له اريد الضباط اللي قتلوا اخويا. القائد يقول نحتاج وقت حتى نكشفهم، بس عبد الله فقد عقله وصار يكرر نفس الجملة اريد الضباط اللي قتلوا اخويا. وراح للغرفة اللي بيها جيروم وقال الصاحبة صورني، وحط المسدس براس جيروم وضرب طلقتين، بس ضربها على القاع مو براس جيروم. وبهذا الوقت تجي صديق كريم وقال لعبد الله انت غلطت لما حررت سباستيان، فخخ البناية كلها ويريد يفجرها. الكل نزلوا من البناية حتى جيروم الا عبد الله بقى بيها، وقسم من الشباب سلموا نفسهم للقوات. وبهذا الوقت سباستيان فجر البناية وعبد الله مات. وبعد فترة لما هدى الوضع الحكومة علنت انه المجرمين هم طرف ثالث، لبسوا ملابس الشرطة حتى يزرعون الفتنة بين الشعب والحكومة. ما ادري تعلموا هذه الكلاوات من عندنا، ما ادري احنا تعلمناها من عندهم. يحفظكم الله اصدقائي. تعال حط لايك، لين لايكين ما يثرن على هيبة الدولة، واشترك وفعل الجرس.